طريقة جميلة قوي وسهلة، مش تاخد منك وقت خالص. يلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. والمكونات بتاعتي: الطماطم، البصل، الخضرة بقى زي ما انت عايزة، شبت، بقدونس، كزبرة، والكرنبة اهي. احاول اقطعها معاكي واهي. اول حاجة هبتدي اقطع البتاعة دي ورقة ورقة. طبعا في ناس بتحطها زي ما هي او بتقطعها حتت، بس انا بصراحة متعودة على الطريقة بتاعتي دي. الطبق ده عشان بيعمل صوت. اهي طبعا مش هقطعها كلها معاكم، ورقتين بس كده، ورقة ورقة. اعرف نهايتها فين واروح شداها. التانية برضه نفس الحكاية، هتلاقيها اتعملت لوحدها، بس تعرفي ايه، سلكيها الاول. الكرنبايه جميلة اهي. هقطع كل الكمية بالطريقة دي وبعدين ارجع. بصي عملت لي كمية قد ايه، يعني كبيرة كبيرة. طبعا الحتة الأخيرة دي ممكن انتي تسلقيها زي ما هي، وممكن تقطعيها. انا هسلقها زي ما هي كده اهو. اكون حاطة المية على النار وفيها كمون، ويلا مع بعض نسلقه ازاي. وهي المية غليت زي ما انتي شايفة، وابتدي شوية كمون كده اهو، وانزل بالكرنب بتاعي. طبعا ما تسلقوش كتير، هي نص سلقة. مجرد ما هي تطرى تحاولي تقلبيها على الجنب التاني، ما تهرموش خالص خالص، عشان هو يكمل سواه. برضو هيكمل سواه وانتي بعد ما تعمليه كده اهو. طبعا مش هعمل معاكم الكمية كلها، انا هعمل معاكم دي بس. مجرد ما شمت النار طريت كده زي ما انت شايفاها. هنقل الناحية التانية زي ما انت شايفة، دقيقتين بالظبط واروح طافية عليها. وهي بعد ما قلبتها مش هكمل حاجة، اروح ايه اطلعها واحط كل الكمية بتاعتي. وهي زي ما انت شايفة بعد ما خلصتها الكمية بتاعتي كلها، حبيت اوريكي اللي هي القلب الاخير دوت. بصي بتطلع ازاي بعد ما تتسلق، بتطلع زي ما انت شايفاها بكل سهولة. هي الكرنبايه هي زي العسل زي ما انت شايفة، ولا قطعتها ولا اي حاجة، عملتها زي ما هي كده اهو. حتى لغاية اخر ورقة، ورقتها كبيرة يعني. بصي دي تلف محشي عادي. التسبيكة بتاعتي على النار، وهنرجع مع بعض هنحشيها ازاي. انا هحاول على قد ما اقدر ما اطولش عليك الفيديو. واهو زي ما انت شايفه ابتدت تحمر
يتحمر معايا. انا ما رضيتش اقول لك من اول مرحله عشان ما اطولش الفيديو عليكي. اكون طبعا محضره الطماطم بتاعتي زي ما انتي شفتيها. وهي زي ما انتي شايفه اهي. ما رضيتش اعملها لك من الاول عشان ما اطولش الفيديو، بس اسيبها لك لغايه اخر مرحله اهي. كده تعتبر خلاص. هنزل بالشفشق الطماطم بتاعي. بس استنى عليها دقيقه واحده اهي. اهو واسيبها تتسبك مع نفسها لغايه ما تقرب تدخن. اروح حاطه الخضره بتاعتي، وهي بعد ما تسبكت وتقلت معايا هنزل بقى بالخضره بتاعتي. وهي بعد ما خلصتها اهي حشوه محشي عاديه خالص. حطيت فيها الخضره. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. وهو زي ما انت شايفه الرز اهو زي ما انا عاملاه. دربته والورق قطعته، يعتبر برضو ما خدش مني وقت خالص. هبتدي بقى احطها زي ما انت شايفه كده اهو. ما تكتريش الرز خالص. زي ما انت شايفه هتبقى معاكي بقى ايه حسب الورقه اللي معاكي، يعني. بس ممكن يجيلك مش كله بقى سوا واحد، ممكن يجيلك طويل، ممكن يجي صغير. انا عن نفسي بحب الصبع الصغير، بس هي الورقه هي اللي بتحكمك. اهم حاجه ما تكتريش الرز عشان ما تبقاش كده هو كبيره اما يجي ينفش. لا، تحكمي انت فيه، تحكمي فيها، خليها كده اهو. افرديهم كده اهو. طبعا كلنا شطار وكله بيعرف عشان يبقى شكلها جميل. طبعا انا هعمله كله بالكميه دي. انا قصدي دي عشان دي اللي هي فيها عرقه، فبالتالي مش هعرف الفها كويس. زي ما انت شايفه، وهي زي ما انت شايفه عملتها. ابتدي بقى ايه تسقيها شوربه، تسقيها ميه. المهم ان هي ايه الميه ما تغطيهاش خالص، اقل من اللي متغطيها بشويه. يلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. واهو حبيت اوريهولكم الميه متشربه فيه جميل جدا. هقلبه معاكم دلوقتي في الطبق واوريهولكم شكله ايه. انت شايفه
هبتدي اقلبها معاكم. هي الحله كبيره زي ما انت شايفه، وهي زي ما انت شايفه. بصي الجمال دوت. طبعا عشان الدخانه، وهو زي ما انت شايفه اهي زي تينا، زي التورته بتاعتك اهي تينا طلعت واحده لوحدتها بجد روعه. هوريهولك دلوقتي في الطبق. وهو طلعتها معاكي. بصي الرزايه برزتها جميل قوي قوي قوي. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.